ايوه. ابو ايه يا الصحاب، عم؟ تعالى يا احمد. عامل ايه؟ الحمد لله يابا وانا ما والله. سالتش ما تسالش. انا ما بسالش برضو، ايه يا ابني ما بتسالش ليه؟ الحمد لله والله يا صاحبي. تمام يعني. الحمد لله والله. عامل ايه يابا؟ الحمد لله، وانت اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. ايه ما عادش بشوفك ليه زي الاول في البلد يا ابني؟ والله يا صاحبي الدنيا معايا خربانه، وبص الدنيا جايه عليا. مع الكل والله، معلش مش انت بس. والله انا جاي لك كده يا صاحبي في طلب كده. بس عينيا. كنت محتاج منك 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه. ايه في والله يا ايه؟ احمد انت لو طلبت الطلب ده امبارح كان موجود. انا امبارح كان معايا 600 جنيه في جيبي. انا جيت على اخويا نازل حماده، قلت له ايه يابا؟ قال لي انا مزنوق والدنيا معايا خربانه، شوف لي 1000 جنيه. قلت له مم. والله ما معايا غير 500. اديتهم له وخليت في جيب ال100، حتى لحد النهارده انصرفت ما عادش معايا ولا جنيه. لا يا عم، اخوك اولى طبعا. طب خلاص انا هستاذن انا بقى ايه عشان اشوف ايه هعمل ايه. انا برضو ان شاء الله هحاول اعمل كام تليفون كده، هحاول اتصرف لك برضو باذن الله. خلاص ماشي يا صاحبي، ماشي، طب عايز اقعد يا ابني حاجه؟ اتغدى ده استرا معايا. معاه. اقعد يا احمد. ده استرا معاه. لا اله الا الله، اكتر حاجه تضايقني لما حد يطلب حاجه بقى وما يلاقيهاش. لا اله الا الله. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا علي؟ ازيك يا احمد؟ عامل عامل ايه؟ ايه؟ انت الحمد كنت لله عند احمد والله. اخويا ولا ايه؟ اه كنت بسلم عليه كده. طب تعالى حبيبي خش. ماشي يا باشا. ازيك يا احمد؟ الله يخليك يا عم علي. عامل ايه يا عم علي؟ الحمد لله يا ابو حميد، انت عامل ايه؟ الحمد لله والله. يا رب دايما. والله يا عم علي انا قصدك في خدمه كده، وان شاء الله انا عارفك انت مش هتكسفني يعني. خير ان شاء الله يا احمد، لو والله في ايدي العمليه معايا كده بايظه شويه كده، وكنت محتاج 500 جنيه ماشي بهم حالي يعني. يا احمد. بس يا احمد انت مش غريب، يعني انت زي اخويا الصغير. والله انا ما معيش يا احمد حاليا ان شاء الله، بس ان شاء الله انا عرفت اصرف لك في حاجه. اه انا عارف. نسيت صحيح يا عم علي. عامل اخوك قال لي كل حاجه. حمد اخويا قال لك ايه؟ ده قال لي حاجات كتير قوي. قال لي ان علي اخويا طلع يستلف مني 1000 جنيه، وما كانش معايا غير 500 اديتهم له، وكل يومين ثلاثه ينزل يستلف مني مع ان عليه فلوس كتير قوي ما بجيبهاش. حماد اخويا قال لك اه. كده؟ بس بقول لك ايه يا عم علي، انت إيه؟ اكنك ما سمعتش مني حاجه، وكويس ان هي جت فيا يعني. لو كانت جت في حد غريب كان فضحك. ماشي يا احمد. خلاص يا عم علي انت ما سمعتش مني حاجه. ماشي. خلاص. هتعوز ماشي. حاجه مني؟ لا يا احمد روح. خدني معاك كده لاول الشارع. تعالى يا عم علي. ايوه. اخويا. اخوك اه. تعالى يا ازيك يا علي. حماد؟ عامل ايه؟ لا خلاص يا حماده، الدم بقى ميه. الدم بقى ميه يا حماده. ليه بتقول كده يا اخويا؟ يعني ايه الدم بقى ميه؟ بقى انت تجرسني يا حماده في البلد، والكل يعرف ان انا سالف منك فلوس واخد منك فلوس سلف يا حماده. انا جرسك في البلد؟ والله العظيم انقطع لساني لو قلت كلمه زي دي لحد. يا اخويا مين اللي قال لك كده؟ شوف انت كنت قاعد مع مين يا اخويا؟ لسه كان نازل عندك من شويه. احمد ابو محمود. يا احمد. يعني انت قلت له اهو. ده بيتكلم معايا بيقول لي عايز 500 جنيه، قلت له والله كان معايا امبارح اخويا علي خد. هو طلع لك؟ قوم تقول له همي وتعرف ان انا سالف منك يا حماده. حقك عليا يا اخويا، والله العظيم مقصد. حقك عليا يا اخويا. على العموم يا اخويا، ال 500 جنيه هم اللي انا سالفهم منك امبارح. انا نزلت استلفتهم عشان اجيبهم لك. استلفتهم عشان تديهم لي؟ لا يا اخويا انا مش هاخد حاجه، لا يا اخويا حد الله. لا يا اخويا. لا هتاخده. والله العظيم مقصد وغصب عني، معلش حقك عليا، ده انت ابويا، انت اللي مربيني. والمبلغ اللي فاضل كده استحملني بس ان شاء الله هدبره لك ان شاء الله. والنهارده يا ابني بيتك يحرم عليا، ولا انت هخش لك خالص بيت. لو هتنزل بير، لو انت هتنزل بير طول حبالك. ولو هتتكلم مع واحد قليل الفهم طول بالك. ولو هتقعد مع واحد هتتكلم مع واحد بينجل كلام، حط مليون حبل على لسانك. واوعى، اوعاك تقعد مع حد غريب وتجيب سيرة اخوك بكلمة وحشة، عشان اخوك اللي هبقالك سلام، عشان انا مش فاضي.